اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ازاي نكسب. والحلقات دي ان شاء الله باذن الله انا متفائل ان هي هتكون 7 حلقات. اشمعنى 7 حلقات؟ عشان ان شاء الله ازاي تكسب غانا، ازاي تكسب الراس الاخضر، ازاي تكسب في دور ال 16 في الكوارتر فاينل، في السيمي فاينل وفي الفاينل. كده 6 حلقات، والحلقه السابعه هتكون حلقه احتفال ازاي احنا كسبنا البطوله اوفر اول ان شاء الله. في الحلقات دي هنتكلم على شويه ايجابيات شويه سلبيات، هنتكلم برضو ازاي نكسب الفريق اللي احنا بنلعبه ده. وزي ما بقول لكم اتمنى ان يكون فعلا 7 حلقات. فلو انتم من الناس اللي كانوا بيطلبوا مني انا عمر في كاس الامم اطلع اعمل حلقات، ما تنساش تعمل لايك، توصل الفيديو ده ل 200 لايك على يوتيوب، اعتقد ده رقم كويس جدا. ما تنساش كمان تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات اول باول، وهتكون بتساعدني بشكل مش طبيعي. مش عايزين بقى نطول اكتر من كده في الانترو، يلا بينا نخش في الفيديو. طيب، عنوان حلقه النهارده هو ازاي مصر ممكن تكسب غانا في ماتش صعب جدا، وعلى الورق المفروض قبل ما نشوف راس الاخضر والفورمه اللي هي كانت فيها، بس على الورق المفروض انت عارف ان ده اصعب ماتش عندك في المجموعه. قبل ما نتكلم على ازاي نكسب غانا، تعالى نتكلم كده بسرعه ايه اللي حصل الماتش اللي فات قدام موزمبيق. هل انا شايف ان ده ماتش كارثي ولا لا؟ هنتكلم في تفاصيل شويه. اولا، هل انا شايف ان ده ماتش كارثي ياثر علينا في البطوله دي؟ لا، كده كده ان شاء الله فرقتين هيخرجوا من كل مجموعه، واربع توالت من 6 مجاميع بس هيتاهلوا كتوالت. فانت بنسبه 95% ان شاء الله ضامن ان انت تتاهل من المجموعه دي. وصدقني ما بتفرقش، ممكن تطلع اول مجموعتك وتلاعب ناميبيا وتخرج منها، وممكن تطلع ثالث مجموعتك وتقع قدام السنغال وتكسبها. بجد ما بقتش تفرق. انا كل اللي يهمني هل المنتخب لعب حلو ولا لا اول ماتش زي الزفت. طب تعالوا نفكر ازاي ممكن نحسن الموضوع ده. لكن فكره بقى ازاي نتاهل ولا نطلع اول ولا نطلع تاني ولا نطلع تالت، انا مش فارقه معايا. هزعل بس لو طلعنا بره من دور المجموعات طبعا، لكن طول ما احنا في الاخر هنتاهل من دور المجموعات انا تمام. طيب، ليه انا شايف الاداء بتاعنا قدام موزمبيق ما كانش كويس؟ خلينا قبل نتكلم في اي تاكتكس واي تشكيله وكل الكلام ده اقول لك ان مفيش مبرر للعيب. انا عارف ان الدنيا كانت رطوبه عاليه جدا، وانا بكلمكم واحد عايش في الامارات وعارف الرطوبه لما تبقى عاليه بتاثر على الناس ازاي، ما بالك لعيبه بتلعب في ماتش كوره، ولعيبه معظمها بتلعب في مصر يعني جو نوعا ما كويس، وبقيه اللعيبه بتلعب في اوروبا في جو عالمي، فهم بجد مش متعودين خالص على الاجواء دي. ولكن بالرغم من ده مش سبب او مش مبرر. لكن غير بقى الجملتين دول، تعالوا نتكلم شويه في التشكيله اللي انا عن نفسي شايف ان فيتوريا عنده حاجه بيفكر، شايف ان هو حاول يعمل حاجه في الماتش ده كان فيها فكره، ولكن انا شايف ان الفكره دي ما تنفعش دلوقتي. الفكره كانت بكل بساطه ان انا هلعب 4-4-2، بحيث ان انا هلعب سترايكر مصطفى محمد وتحتيه صلاح حر يعمل اللي هو عايزه، مش مطالب منه ادوار دفاعيه، وعلى الجانب الثاني زيزو هو اللي ناحيه اليمين اللي المفروض يكون بيرجع بيدافع طول الوقت وموجود في ادوار هجوميه. وكمان عندي 2 في نص الملعب اللي هم النني وحمدي فتحي، وهطلب منهم ان هم يضغطوا ضغط عالي في اول الماتش عشان نحاول نسرق ونجيب جول، وده فعلا اللي حصل. طب بعد ما الجون جه برده نكمل ضغط عالي، برده الموضوع شغال لغايه لما تبدا بقى حقبه بعد الدقيقه 20، لما تقرر ان انت تسيب الكوره لموزمبيق وتبدا ترجع شويه، بس ما ترجعش قوي، ما تعملش دي بلوك، بس ترجع سن. هنا تبدا تبان المشاكل، ان انت عندك 4 لعيبه قدام ما حدش فيهم بيرجع يدافع تقريبا الا كل فين وفين. يعني لما موزمبيق تبدا الكوره من تحت وتبدا هجمه منظمه، تلاقي ان زيزو وتريزيجيه رجعوا فعلا وبيساعدوا الظاهرين، ما فيهاش كلام. لكن التحدي الحقيقي للوينجر ان هو يساند دفاعيا مش والكوره مترتبه واحده واحده. هي الفكره ان مثلا لو انا كزيزو عندي ادوار دفاعيه، ومثلا النني عمل كوره عاليه لمصطفى محمد واتقطعت فجاه، وانا كنت منطلق فاتح ناحيه اليمين، هل هيبقى عندي ارتداد سريع وهرجع ادافع مع محمد هاني، ولا عشان انا بعدت قوي هكسل ارجع بسرعه، او الرجوع بتاعي هيبقى بطيء شويه؟ دي المشكله اللي حصل، ان بكل بساطه انت اعتمدت بشكل غير طبيعي ان صلاح مش هيرجع يدافع، بس زيزو هيعمل لك كل الادوار الدفاعيه اللي انت متخيلها، وده ما حصلش. طب هل المشكله في زيزو بس؟ لا طبعا، لان انت غير مشكله زيزو ناحيه اليمين دي، انت كمان صلاح لما دخلته جوه، فانت تقريبا كده صلاح زي ثالث واحد في نص الملعب بمثلث هو فيه الراس، لكن الاثنين لوحدهم في نص الملعب هم حمدي فتحي والنني. النني اللي بقاله شهور كتيره جدا ما بيلعبش كوره، وحمدي فتحي اللي مع كامل احترامي ليه مستواه وقع شويه من ساعه ما راح الدوري القطري. يعني عارف لو كان راح الدوري السعودي كنت اقول لك فورمته عاليه، عنده احتكاك كبير مع فرق كتيره مع لعيبه مهمه، فهيجيب فورمه كويسه. لكن في الدوري القطري مع كامل احترامي دوري ضعيف جدا، انا ممكن اقول بفم المليان ان الدوري القطري اوحش من الدوري المصري. فالاثنين دول اللي هم مش في احسن فورمه ليهم، مطلوب منهم ان هم يغطوا مساحات نص الملعب كله، فطبعا ده خلق عندك مشاكل كبيره جدا. المشاكل دي ما كانتش باينه قوي لما انت كنت عامل ضغط عالي، لان الفرقه اللي قدامك اصلا نازله خايفه منك متوتره، وانت قمت مديها جون في الدقيقه الثالثه ولا الثانيه، فبرضه ده ساعد الموضوع شويه. لكن اول ما انت رجعت شويه واديتهم فرصه ان هم يبداوا يلعبوا كوره
الكوره وينقلوا الباصات مع بعض. انت مش راجع ورا خالص، عامل ديب بلوك، فحامي عندك واحد زي حجازي بطيء جدا، وفي نفس الوقت مش بتضغط عالي مانعهم ان هم يبنوا هجمه. فكانوا بيبنوا هجمه بشكل حلو، او لما بيقطعوا منك كوره بيقدروا ان هم يلعبوها على طول اللعيبه السريعه اللي عندهم، حتى لو لعيبه ما بتعرفش تلعب كوره بس لعيبه سريعه، يتفوقوا على احمد حجازي في الموضوع ده. ودي الطريقه اللي دخل منها الجون الثاني. طب الجون الاول يا عمر، لا هي كده كده الكرات العاليه احنا ما بنعرفش ندافع فيها من ايام وائل جمعه. شوف بقى يعني الجيل الذهبي بتاع منتخب مصر كده كده ما بنعرفش نتعامل مع عرضيات، فانا مش مستغرب ولا عندي اي امل ان احنا نعالجها في يوم من الايام. انا بحس بس هو ايه يعني، ربنا يسترها في الماتشات الكبيره، ان العرضيات دي مثلا الفرق اللي قدامك ما تبقاش مركزه، السترايكر يضيع، السترايكر يحطها بره، الحارس بتاعك يتالق، دي برده كانت بتشتغل معانا احيانا. ولكن فكره ان المدافعين يبقوا مصحصحين ومفيش كره عرضيه تتعمل غير وهم مطلعينها، دي ما بتحصلش. فانا دي مش هتكلم فيها لان ما عنديش فيها امل الصراحه. لكن نرجع تاني لمشكله التشكيله من وجهه نظري انا، هو مع كامل احترامي للنني وحمدي فتحي، الاثنين دول ما ينفعش يلعبوا في نص الملعب لوحدهم ابدا. والامانه يعني مفيش اتنين نص ملعب في مصر كلها يقدروا يلعبوا لوحدهم في نص الملعب. طب يا عمر بقى ايه، بطل رغي وقول لي كده ايه وجهه نظرك، وتحب نعالج الموضوع ده ازاي في الجولات اللي جايه، جولات ايه الماتش اللي جاي يعني. انا شايف من وجهه نظري ان المنتخب لازم تاني يرجع بشكل واضح جدا، يلعب 4-3-3، وهشرح لك ليه كمان شويه. اولا التشكيله هتكون الشناوي حراسه المرمى، ناحيه اليمين انا افضل عمر كمال، ولكن انا متفاهم لو عايز تلعب محمد هاني، دي مش هختلف معاك كتير. محمد هاني اقوى سنه دفاعيا، ولكن مشكلتي معاه ان هو متذبذب جدا في الاداء. ماتش حلو جدا 4 لا، فدي مشكلتي معاه. عمر كمال على الاقل انت عارف ان هو في كل الماتشات هيديك 7 من 10، ولا في ماتش هيديك هيبقى سوبر ستار، ولا ماتش هيبقى وحش قوي. فعشان كده انا بفضل عمر كمال. ولكن برضو لو انت في التدريبات يا كروي فيتوريا شايف حاجه تانية، انا ما عنديش مشكله فيها. الاثنين سنتر باكس طبعا محمد عبد المنعم كده كده، ومعاه انا افضل ياسر ابراهيم بحكم ان هما الاثنين بيلعبوا مع بعض دايما. ولكن برضو انا متفهم فكره حجازي، ان انت عايز ليدر في الملعب، لاعب عنده خبرات كبيره جدا. انا شايف بس ان هو هيتحط في مشكله في موضوع لما انت تبقى مضطر ان انت تهاجم، ولكن في ماتش زي غانا انا متوقع كده كده مصر هتكون بتدافع وبتلعب على كاونتر اتاكس، فحجازي مش هيبان قوي في ازمه السرعه بالنسبه له، فمتفهمها برضه. باك شمال انا بفضل فعلا محمد حمدي، فتوح بقى له كتير قوي ما بيلعبش، وكده كده الاثنين عندهم نفس المميزات ونفس العيوب، الاثنين اقوياء هجوميا ووحشين جدا دفاعيا. يمكن فتوح عنده خبره اكتر، ولكن برضه فكره ان هو ما بيلعبش بقى له فتره دي مقلقاني شويه. تمام. نروح بقى لنص الملعب. اولا مروان عطيه لازم يبقى هو رقم 6. ثانيا لازم تكون بتلعب النني وحمدي فتحي. تقول لي ايه يا عمر تاني، ما انت لسه بتقول لنا. اقول لك بقى استنى، حمدي فتحي والنني هيبقى مطلوب منهم يجروا ويغطوا اكبر عدد ممكن من الاماكن في الملعب، يعملوا بقى ضغط عالي، يعملوا بقى ضغط متوسط، لما الناس تيجي علينا في نص ملعبنا يبداوا يضغطوا، ايا كان ايه الشكل، بس هيبقى مطلوب منهم ان هم يجروا كتير جدا. وهيبقى متقال لهم ان انت يا معلم عندك 55 دقيقه 60 دقيقه هتلعبهم، موت نفسك وما تخافش، انا هبدلك، انا هطلعك ولا يهمك. اول ما تبدا تتعب هنزل مكانك بقى امام عاشور ولا زيزو ولا اي حد تاني يعمل نفس الادوار بتاعتك. بس تاني ايه المشكله، ان الاثنين دول مش هيقدروا يغطوا مساحات كتير قوي في الملعب من غير ما يعملوا مشاكل، ان هم مثلا الكره تعديهم او حاجه. لكن الفرق في التشكيله دي ان انت هيكون وراهم مروان عطيه يغطي اي ازمه تحصل في نص الملعب. على ناحيه اليمين بقى صلاح، على ناحيه الشمال تريزيجيه. انا بفضل تريزيجيه لان زي ما بقول لك انا متوقع ان احنا نلعب بدي بلوك ونلعب كاونتر اتاكس، وواحد زي مروان عطيه ممكن يعمل ثرو باس عالي لتريزيجيه ينطلق، وهو مثلا الباك رايت بتاعه منطلق قدام ولا حاجه ولا ضاغطين عالي، فممكن تعمل شويه قلق، وتريزيجيه اسرع من مرموش. وسترايكر طبعا كده كده مصطفى محمد. فكره بقى ان صلاح ما بيرجعش يدافع، فعشان كده احنا بنلعب بقى بزيزو من الناحيه دي وكده، انا شايفها ما تنفعش. لان انت حتى في التشكيله بتاعت 4-3-3 دي لو صلاح ما رجعش يدافع، انت عندك سواء بقى النني او حمدي فتحي ايا كان مين بيلعب في الناحيه دي تحت صلاح ممكن يغطي الناحيه دي، لان هو عارف كده كده نص الملعب متغطي مروان عطيه، فهو مش شايل هم نص الملعب. عمرك ابدا ما تدي لعيب مصري بالذات في نص الملعب ادوار مركبه، ما تقولوش ان هو يروح يساعد محمد هاني وهو شايل هم نص الملعب فاضي، هتلاقيه وقف في النص ولا عمل دي ولا عمل دي واتلخبط. فنساعد اللعيبه، اللعيبه قصرت وكل حاجه، ولكن دورك كمدرب ان انت تساعد اللعيبه. ممكن تكون عندك فكره جهنميه وتنفع في المانيا بس ما تنفعش هنا، فحاول تلعب على قد امكانياتك، شوف النواقص ايه اللي عندك وحاول تقللها على قد ما تقدر. لكن حته ان هل فيتوريا بدا بتشكيل وحش او هل فيتوريا اسمه حمار، انا ما اتفقش معاه تماما، والراجل كان عنده فكره في دماغه بس ما تناسبناش. تقول لي يا عمر ما هو بقاله فتره كبيره جدا مع المنتخب ولعبنا ماتشات وديه ولعبنا ماتشات رسميه، طب هو جاي يغلط دلوقتي؟ اقول لك ما هو مع كامل احترامي برده هو قال لك ده ماتش موزمبيق يعني بقول لك النني وحمدي فتحي ما يقدروش يمسكوا نص ملعب لوحدهم، بس مع كامل احترامي ليهم برده انا مش عارف ادافع عنهم. لو مش عارفين تمسكوا نص ملعب على موزمبيق هتعمل ايه قدام غانا؟ ما هو برده الراجل يعني صعبه برده الصراحه. فتاني سريعا جدا انا شايف ان دي التشكيله الافضل قبل ماتش غانا. شناوي حارس مرمى، محمد هاني باك رايت، 2 سنتر باكس عبد المنعم وحجازي، باك ليفت محمد حمدي، مروان عطيه رقم 6، قدامه النني وحمدي فتحي، على ناحيه اليمين صلاح، سترايكر مصطفى محمد،
وعلى ناحيه الشمال تريزيجيه. وطبعا كالعاده كل التوفيق لمنتخب مصر. ما تنساش بقى اللايك وشير وسبسكرايب، وتقول لي تحت في الكومنتات لو عندك تشكيله مختلفه عني او عندك راي غير رايي او حتى متفق معايا في حاجه يا سيدي، يعني نشوف شويه ايه كومنتات حلوه برضه. شكرا جدا ليكم على المتابعه، كان معاكم عمر حسين، سلام.